وصلت الكثير من التساؤلات لفريقنا المختص بالملف اليمني عن قوة الحوثيين العسكرية وقدرتهم على ابتلاع اليمن كاملا، وهم مجموعة لا يزيد تعدادها عند نشأتها عن 10,000 في مواجهة ما كان يوصف بأنه أقوى 5 جيش عربي. كان البحث في هذا الملف شائكا لما فيه من تداخلات محلية وإقليمية، وخطورة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والأماكن التي يخبئون فيها السلاح، إضافة إلى توزع اللاعبين الأساسيين في هذا الملف على عدة مناطق متباعدة جغرافيا. كل المؤشرات كانت تقودنا إلى معلومات سرية تخفي خيوط هذا التحقيق. في البداية واجهتنا مجموعة من الفرضيات عن حجم هذا السلاح وكيف وصل إلى ميليشيا الحوثي، وما دور الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وبعض الدول الإقليمية في ذلك، وما مصير هذا السلاح الآن. تصدر خبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة في أكتوبر من عام 2016 عناوين الأخبار. اعترضته قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على بعد 65 كيلومترا من المدينة المقدسة، ليلفت انتباه العالم لخطورة السلاح الذي بات في حوزة جماعة الحوثي وقوات صالح التي استولت على الدولة اليمنية في 21 من سبتمبر عام 2014. حصل فريقنا على اتصالات سرية ومقاطع مصورة ووثائق سننشرها لأول مرة تظهر نهب الحوثيين للأسلحة الثقيلة والصواريخ وقدرتهم العسكرية الحقيقية. أول الاتصالات التي حصلنا عليها تكشف محادثة لعلي عبد الله صالح مع الشيخ كهلان أبو شوارب محافظ عمران السابق المقرب منه، يحرض فيه بشكل مباشر على قائد اللواء 310 العميد حميد القشيبي. وقد سجلت هذه المكالمات بين شهري يوليو وسبتمبر من عام 2014. أيها يا شيخ كهلان. مرحبا فندم، كيف الحال؟ اتصلت بي؟ نعم. خير إن شاء الله. كنا نخبرك بس من دولة. ما مش التليفون. هم العلم يشتوا عمرها. تفضلوا ذاك أصحابكم معي رتبوا لهم. القشيبي يشتوا القشيبي هذا. هذا رجل الكلب، هذاك الكلب. هذاك داري كم أغنية باسمه لأيوب طارج كان يقول باسمه صبر أيوب. صبر أيوب. قال له هذاك مثل ما هو المصري، قال له يا كلب العرب، تقول صبر أيوب يا كلب العرب. هذا كشك. أي كشك، وهذا هو كلب العرب. يعني هذا رجل وسخ. قام الحوثيون كما كان يريد صالح بتصفية اللواء القشيبي الذي أعلن انضمامه لثورة الشباب الشعبية التي أطاحت بعلي عبد الله صالح من السلطة عام 2011. في يوليو 2014 اقتحموا عمران واستولوا على سلاح اللواء 310 وجميع ألوية المحافظة، ما شكل نقطة تحول رئيسية لصالح الجماعة المتمردة وضاعف من قدراتها التسليحية ليغدو طريق صنعاء بعدها ممهدا. التقينا في مأرب باللواء محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان اليمنية والقائد السابق للمنطقة العسكرية السادسة التي كانت تضم في ألويتها اللواء 310 والفرقة الأولى مدرع. 310 كان الألوية كبيرة جدا، كان اللواء مدرع وكان في أكثر من 60 دبابة وأكثر من 30 عروح BMB2 في كتيبة دبابات، وكان في 90 بس 30 ادوها اللواء في صعدة خلوه يدعم الصعدة، ومع كتيبة عربات وكتيبة استطلاع وكتيبة مدفعية. كان السلاح كان اللواء كبير جدا. هذا اللواء كان يمثل هو الطوق الأمني الواقي للعاصمة من اجتياح الميليشيات أو أي قوة تهاجم العاصمة من جهة الشمال. اللواء 310 كان لديه ترسانة أسلحة قوية، أكثر من 50 دبابة تم نهبها بالكامل، عدة قطع من الكاتيوشا، من عربات الBM، عربات الBTR، مدفعية الدفاع الجوي،
كمية هائلة جدا من الذخائر التي كانت احتياطي عام للفرقة الأولى مدرع، تم نهبها بالكامل. لم تكن أسلحة اللواء 310 أول عتاد حربي يحصل عليه الحوثيون من الجيش اليمني، بل كان استمرارا لتاريخ طويل من النهب. كسب الحوثيون أسلحة من الجيش أولا عند قيام ثورة 26 من سبتمبر 1962 ضد الحكم الملكي الإمامي. أخذوا الأسلحة وتم تخزينها في صعدة، وتم إنشاء سوق سلاح في صعدة يسمى السوق الطلح. في عام 1994 تسربت هناك بعض الأسلحة إليهم وتم تخزينها. وفي الحروب الست التي حدثت في صعدة وكانت من قبل الدولة ضد الحوثيين آنذاك. الحروب الستة المفترضة بين صالح والحوثيين طيلة 6 سنوات كانت تشتعل دون مبرر، لتتوقف بعدها بقرار من الرئيس المخلوع ينقذ به الحوثيين من حسم عسكري. بينما شهدت الحرب السادسة مواجهات هي الأولى من نوعها بين الحوثيين وقوات المملكة العربية السعودية، قبل أن تنتهي هي الأخرى بأمر من صالح. وهنا أفادت شهادات ضباط شاركوا في هذه الحروب أن صالح كان يزج بوحدات عسكرية محددة في المعارك، بينما يقوم بذات الوقت بدعم الحوثيين لإضعاف الوحدات الوطنية في الجيش لصالح الحرس الجمهوري. كانت نتيجة الحروب الست تحول جماعة الحوثي إلى جيش صغير. وعلي عبد الله صالح حاربهم 6 حروب كان باستطاعته القضاء عليهم، ولكنه لم يفعل لأنه لديه أجندة. أحد أهدافها أولا الإبقاء عليه كرئيس ومتوحد ومتفرد في السلطة. كان دليل ثابت أكثر من مرة في كل هذه الحروب الستة. وعلي عبد الله صالح عندما يتكلم عن الحرب حق صعدة يقول أنا اليوم سأصدر توجيهات بتوقيف الحرب، الجيش يأتمر يتوقف والحوثي يتوقف، وعمر ما كان الخصم يدي الخصمه يوقف اطلاق النار. لكن المستغرب انه الحوثي كان ايضا يلتزم توقيف اطلاق النار. حاولنا معرفة حجم السلاح الذي تكدس في مستودعات الحوثيين، غير أن صعوبة المهمة دفعتنا لحصر عتاد الجيش اليمني أولا. بحثنا في الوثائق التي وصلتنا، فوجدنا وثيقة تحمل الرقم 10 في تقرير هام صدر عن الأمم المتحدة تفيد بأن اليمن استلم بين عامي 94 و 2013 384 دبابة و500 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى 75 مقاتلة ونحو 200 نظام دفاع جوي وآلاف القذائف المتنوعة، يضاف إليها نحو 300 صاروخ باليستي، كما أشارت وثائق أخرى. حاولنا الاتصال بفريق الأمم المتحدة الذي أعد التقرير للحصول على تفاصيل أكثر حول هذه الوثيقة وعن مصادر سلاح الحوثيين. وتمكن فريق العمل بعد محاولات عدة من تسجيل مقابلة هي الأولى مع منسق فريق الخبراء الأمميين إلى اليمن في مدينة مراكش المغربية. والفريق هو مكون من 5 خبراء من عدة دول، يعين من لجنة الجزاءات التي هي لجنة من مجلس الأمن. منهجية عمله ملزم بها بقرار أممي. في البداية لازم أن يكون هناك رصد للأسلحة التي توجد في اليمن، التي توجد عند الحكومة الشرعية التي كانت عند الدولة. فهذه الأسلحة معروفة. هناك يعني سجل في الأمم المتحدة الذي فيه بعض الأسلحة التي بيعت إلى دولة اليمن. 90 وحدة عسكرية كبرى، يعني لواء ألوية. واللواء في اليمن حسب الأوراق هو 4000 شخص تقريبا، يعني إذا نتكلم على مئات الآلاف من الجنود ومعدات كثيرة. وذكرنا حتى يعني قمنا بجرد هذه الأسلحة. الجيش اليمني كان أكبر 5 جيش عربي، تعداد أفراده يصل إلى
400,000 يتكون من قوات برية تتشكل من 30 لواء مشاة، 11 لواء آلي أو ما يسمى في الاستراتيجية اليمنية ميكانيكي، و14 لواء مدرع، ثم الحرس الجمهوري يتشكل من 17 لواء مدرع ومشاه ومشكل، بالإضافة إلى من يسردوا من راجمة صواريخ ومدفعية. في سياق بحثنا عن السلاح المنهوب من قبل الحوثيين، برز سؤال حول العتاد العسكري الذي حصلوا عليه من ألوية الحرس الجمهوري، التي اهتم علي عبد الله صالح ونجله أحمد بتجهيزها بأفضل السلاح والعتاد. الحوثيون أدركوا ذلك، فانغمست عناصرهم داخل هذه الألوية، ومن أبرزها أبو علي الحاكم الذي كان ضابطا كبيرا في الحرس، ويعد حاليا أحد القيادات الميدانية لجماعة الحوثي. الحرس الجمهوري كان تحت قيادة العميد أحمد علي عبد الله صالح الذي هو ابن علي عبد الله صالح، وهذا هو كان العمود الفقري للجيش اليمني، وهذا هو كان أفضل الوحدات كانت من لها أفضل العتاد في اليمن، وأفضل له الأفضلية في اليمن، من حيث العتاد، من حيث المواقع، من حيث القيادات، وعندنا أسماء وهذه القيادات ظلت تحارب إلى جانب الحوثيين. الحرس الجمهوري قوة كبيرة، وكانت قوة نعتز بها، كنا نعتز بهذا الجيش لأنه كان نعتبره جيش اليمن والدفاع عن اليمن، وكانت فيه عدة ألوية، كان قوامها أكثر من 70,000 جندي، في أكثر من 400 دبابة، وفي أسلحة كثيرة جدا، كان أحدث الأسلحة في الحرس الجمهوري. اللواء الرابع حرس جمهوري يعتبر من أقوى الألوية الموجودة في أمانة العاصمة، طبعا هو موجود في مقر قيادة ما كان يسمى بالحرس الجمهوري، وهو يتبع الآن لقوة الاحتياط، إلا أنه رغم تبعيته لقوة الاحتياط إلا أنه لا يأتمر بهذه الأوامر، وإنما يأتمر بتوجيهات المخلوع والحوثي. تم إلغاء الحرس الجمهوري من قبل الرئيس عبد رب منصور هادي في ديسمبر من عام 2012، ودمجت وحداته في القوات البرية التي تتكون من حوالي 17 لواء، منها صواريخ ودبابات ومشاة. لكن قادة الجيش من أقرباء صالح حاولوا التمرد على القرارات الجديدة. ايوه نبيل. حيا فندم، اهلا وسهلا. حياك. كان المفروض تقول لهذا باسمه حسن زايد بانه تفكك الدوله، كل انتم فككتوها انتم، مش احنا اللي فككناها. انتم فككتوا الدوله وقلتوا استوى هيكله الجيش، هيكلتوا الجيش، كان هو الخامس، قلتوا انه خامس جيش في الوطن العربي، فككتوا. ايش المكسب؟ لازم تحالوا الى المحاكم انتم ومن هيكلكم، تحالوا انتم معتمدين على الخارج، تتهيكلوا. الحين هيكلتوا الجيش، هيكلتوا الاداره، وهيكلتوا السياسه، الحين المفروض احنا نهيكلكم. واللي ما يعجبش يشرب من مياه المستنقعات مش من مياه البحر. لا عاد يوصل في البحر. يبرز هذا الاتصال المسرب بين الرئيس المخلوع والصحفي المقرب منه نبيل الصوفي امتعاض صالح من هيكلة الجيش التي أطاحت بنجله وأقربائه من قيادة القوات المسلحة. وهنا بدأ صالح بالإيعاز للقادة الموالين له بالتمرد، وبدأ خطته لتسريب سلاح الحرس لميليشيا الحوثي انتقاما من السلطة الشرعية. بني الجيش على بناء مناطقي او ترتيب مناطقي وعصبي وعنصري،
وموالاة، يعني انه كان علي عبد الله الصالح يطلب من المشايخ الموالين له على اساس يجيبوا لنا 1000 نفر، يجيبوا 500 نفر، يعني لانه يعلم ان هذا الشيخ موالي له ولم ياتي الا باشخاص موالين لعلي عبد الله الصالح. كان لدى هذه القوات او على الاقل لدى قادتها توجيهات من المخروع علي عبد الله صالح بالتسليم تماما وعدم المقاومه، بل المشاركه ايضا في تنفيذ اي مهام قادمه. أنا في اعتقادي أنه التركيز فقط على الرئيس السابق بهذه الكيفية يؤدي إلى تضليل النفس أولا، وكذلك تضليل الرأي العام. ما حصل عليه فريق البحث من تسجيلات لقيادات ميدانية في جماعة الحوثي لا يتوقف عند نهب السلاح، وإنما يفصل أيضا في أنواعه وكمياته، حسب ما تظهره هذه التسجيلات النادرة بين قيادات عليا في ميليشيا الحوثي كانوا يستخدمون ألقابهم بدلا من أسمائهم الحقيقية، لكنهم على اتصال مباشر مع زعيم الجماعة. نزلوا خيرات عدوالي نصروا يكملوهم، وعاد بهدى الطائرات خيرات ما فهمش سوالين، وبالنسبة للكاتب شعق واحد أو اثنتين بس لا يجوا يصابحوهن بالطائرة فيتفرض نجور الكواديس، لكن الطائرات ما هم مستوجعين. يلا خير، أنا بعين وصبادة هنا ومعنا تواجن بالطريق. والله خير، مش الكاديشات ينزلوهم بس ينقلوا لي. لا عنده خير، الدرك ما يشتروا يوم ولا يومين. هنا قالوا لا تحصلوا السلاح، تركزوا هنا على الآليات والسيارات والأسلحة الثقيلة فقط. الاجتهاد الحين هي كأولوية والبقية لو تأخر. الاجتهاد هنا كأولوية السيارات والآليات والأسلحة والمدافع الثقيلة والمعسكرات بس يوم الخايف لو تأخر. فرضت قدرات الحوثيين الصاروخية نفسها على هذا التحقيق بعد التطور اللافت في كفاءتها، حيث بدأت بمدى تراوح بين 70 و300 كيلومتر لتتجاوز بعد ذلك 800 كيلومتر، ولتكون قادرة على استهداف مدن سعودية بعيدة. القوة الصاروخية ضاربة وفي طليعة الموقف. والله شوف، الصواريخ قد الآن تطورت صواريخ كثيرة ودخلت لهم صواريخ جديدة، لم تكن الصواريخ القديمة. الصواريخ القديمة هي عبارة عن صواريخ تكتيكية توصل لها 360 كيلو، لكن الآن طوروا صواريخهم بخبرات خارجية وتوصل الصواريخ إلى مسافة 800 كيلو، لكن تم تدمير معظمها. ثم هناك نوعين من الأسلحة أو الصواريخ الكورية الشمالية، والأول منها مدى 320 كيلومتر ويسمى هواسونغ، وهو ليس معروف أعداده، ولكن لديهم سلاح يعتبر سري، وأعتقد أنه من هدد فيه علي عبد الله صالح عندما قال لم تبدأ المعركة بعد. لديه صواريخ من كوريا الشمالية تتفوق على سكود في الخصائص الفنية في المدى، للتأثير في الدقة، وتسمى مو سو دان. تأتي تهديدات صالح للسعودية على خلفية امتلاك اليمن ترسانة تتجاوز 300 صاروخ باليستي نهبها صالح والحوثيون من مستودعات الجيش، يتجاوز بعضها 500 كيلومتر. هذا كله قبل أن تدخل الصواريخ المطورة إيرانيا أرض المعركة. الصواريخ لدى الجيش اليمني، أولا صواريخ الأسكود، ثانيا صواريخ تشكا، ثلاثة صواريخ الاستريلا، استريلا واحد محمول على عربات، صواريخ البتشورة أو البيجورة، صواريخ الفلقاء، وصواريخ التوشكا اللونائم، وكذلك صواريخ اليوريجان. وهذه طبعا أسلحة رغم أنها يعني ليست حديثة جدا، لكنها
ذات تأثير إذا ما تم تطويرها، وقد تم تطويرها عن طريق خبراء كان أغلبهم من دولة إيران. أنا لا أعتقد أن الحوثيين يمتلكوا قدرات عسكرية مدربة تستطيع أن تتعامل مع الصواريخ بعيدة المدى. ربما يتعاملوا مع الكاتيوشا أو التوشكا في أحسن الحالات، والتوشكا مداها 70 كيلو، لكن الصواريخ بعيدة المدى هي بحاجة إلى وقود خاص، بحاجة إلى تشغيل. فلذلك يعني وجود خبراء إيرانيين من بداية الأحداث يساعدوا ويدعموا الحوثيين لاستخدام هذه الصواريخ، هذا أكيد. حملنا ملف الصواريخ اليمنية وعرضناه على خبراء أكدوا لنا عجز كوادر ميليشيا الحوثي عن تشغيل هذه المنظومات، لأنها تتطلب خبرات وإمكانيات عسكرية كبيرة. وأشاروا إلى دخول أنواع جديدة من الصواريخ المطورة إيرانيا إلى ساحة المعركة، أبرزها بركان واحد، والذي يصل مداه إلى 800 كيلومتر برأس متفجر يبلغ نصف طن، إضافة إلى صواريخ زلزال وقاهر وصمود. وتتطلب صناعة الصواريخ تجهيزات عالية التقنية كالمحرك القادر على حمل الرأس المتفجر، كما تحتاج إلى رأس حربي شديد الانفجار كثير الشظايا، وهي تقنيات عملت إيران على تطويرها خلال العقود الماضية، وباتت تفاخر بالخبرات التي راكمتها، وبدأت بتصديرها إلى الأنظمة والميليشيات الموالية لها في المنطقة. بل إن مسؤولين إيرانيين أعلنوا نية طهران فتح قواعد عسكرية لها في اليمن وسوريا. لا شك، أولا إيران لديها خبرة واسعة في هذا المجال، وهي تصنع مثل هذه الصواريخ، ثم أرسلت الخبراء ودربت، بل أنها في المراحل الأخيرة نقلت تكنولوجيا الصناعة إلى الحوثيين. الحوثيين كانوا يرسلوا بعض الأطراف إلى لبنان أو الأشخاص إلى لبنان وإلى إيران، قد يكونوا تلقوا تدريب، وبالتأكيد أنهم تلقوا تدريب هناك، لكن لا أعتقد أن إيران أرسلت مدربين إلى الداخل. لم نكن وحدنا من يبحث عن دلائل تثبت دور إيران في دعم الحوثيين، فبالتزامن مع عملنا نشرت الشركة الأمنية البريطانية كار بحثا معمقا حول تهريب السلاح إلى اليمن، مدعما بأرقام الأسلحة المهربة وصورها وكمياتها والطرق التي استخدمها المهربون لإيصال الأسلحة الإيرانية إلى الشواطئ اليمنية. الأدلة هي يعني الخبير الأسلحة وخبير الجماعات المسلحة قام بزيارات، يعني قام بلقاءات، تتبع بعد أقوال الصحافة، كان له بعض شهود في عين المكان، قام باستجوابات ضباط يمنيين، والفريق التقى ببعض الضباط اليمنيين، التقى بقائد يعني القوات اليمنية، وأيضا التقى وكان له اتصال حتى مع في الداخل اليمني. ورد اسم إيران في أكثر من وثيقة دولية، فتوجهنا إلى طهران ونقلنا هذه المعلومات إلى الدبلوماسي والبرلماني السابق هادي أفقهي، الذي عبر عن الخطاب الرسمي بنفي أي دور إيراني في عمليات تهريب الأسلحة، مؤكدا أن السفن القادمة من إيران تحمل فقط مساعدات إنسانية. نحن لم ندعم الحوثيين أو أنصار الله أو الجيش اليمني لأنه ليس بحاجة، وهو يؤمن كثير من حاجاته التسليحية من الغنائم. لو كان يحصل على سلاح من إيران لحصلنا على مضادات للطيران. نحن لا ننسى الباخرة التي توجهت بتنسيق من الأمم المتحدة، كان اسمها باخرة الأمل،
انطلقت من ميناء بندر عباس متجهة إلى خليج عدن كي توصل الدواء والغذاء. وبالحديث عن مسارات التهريب، بيّنت الوثائق التي بين أيدينا أن البواخر المحملة بالأسلحة كانت تتبع عدة طرق، بعضها يمر عبر مرافئ كالولا، بوصاصو، وكاندالا الصومالية قبل أن تصل إلى اليمن، إضافة إلى طرق أخرى تستخدم الموانئ الإريترية مرورا بسواحل عمان، وذلك بحسب بيانات أنظمة الملاحة البحرية في السفن التي تم ضبطها. كما حصلنا على صور تظهر السلاح الإيراني في إحدى السفن التي تم احتجازها قبل وصولها إلى اليمن. كانت هناك ذخيرة صغيرة في السواحل البحر العربي، يعني فهذه السفينة أو هذه البخيرة أصدرت من قوات التحالف. تم يعني ضبط هذه الأسلحة، هي أسلحة من نوع كونكورس، هي وأسلحة أيضا من نوع الطول اللي هي أسلحة من الصنع الأمريكي. العلامات التي توجد على هذه الصواريخ تدل أنها من صنع إيراني، هذا أكيد، يعني ليس هناك يعني أي، فهي من صنع أو من تحديث من شركات إيرانية. من هنا يعني وصلنا إلى النتيجة أن هناك يعني ربما كانت شحنات أخرى، يعني هذه الشحنة لم تصل إلى اليمن بالتأكيد لأنها أصدرت، ولكن ربما كانت شحنات أخرى من قبل. الميناء يزود بالأسلحة، ربما يكون أقرب ميناء إلى عصب وإلى جبوتي. طبعا هذه مناطق تهريب أسلحة، تهريب عام يعني، تمام. السيطرة على ميناء المخاء أمر ضروري على أساس قطع الإمدادات الذي تغذى بها القوى المتواجدة داخل تعز وداخل إب وداخل حديدة. أثناء إعداد هذا العمل نشر موقع ويكيليكس 500 وثيقة أمريكية حول اليمن، تضمن بعضها مراسلات سرية بين مكتب للتنسيق العسكري في السفارة الأمريكية في صنعاء مع قيادات عسكرية يمنية أهمها رئيس الأركان السابق أحمد علي الأشول. تضمنت هذه الوثائق شحنات أسلحة نوعية أرسلتها الولايات المتحدة إلى وزارة الدفاع وقيادة العمليات الخاصة، أضافها الحوثيون إلى قائمة الأسلحة التي لديهم بعد سيطرتهم على صنعاء. حاولنا إجراء مقابلة مع السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر لمعرفة دور الولايات المتحدة فيما يجري هناك، لكنه اعتذر عن إجراء المقابلة مكتفيا برد مكتوب على بعض الأسئلة عبر المنسق الإعلامي في السفارة من خلال الواتساب. نفى السفير وجود أسلحة في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء أو تسلم الحوثيين أي أسلحة أمريكية، كما أبدى استياءه من الدور الإيراني في تهريب الصواريخ والأسلحة إلى جماعة الحوثي. المصلحة الأمريكية تكمن في استمرار أمد الصراع ولا تكمن في سرعة انتهاء هذا الصراع بشكل كبير. ومع هذا مع الأسف الشديد كنا نتمنى أن يكون هنالك موقف أمريكي أكثر صرامة في تطبيق القرار الذي تبنته ووافقت عليه الولايات المتحدة، وهو القرار الأممي 2216، سواء من ناحية الشرعية، سواء من ناحية الرقابة الصارمة على إمداد السلاح هنالك، سواء من فرض الضغوط الحقيقية على الحوثيين أو على صالح لتطبيق هذا القرار. الخيول خلق يصل لازم تحطه عند اسمه عمي عدها وما اسمه عند عمي إذا تحطه من هذا في العائلة تعرف ما عمر المزرعة وإيش إيه تحطه عنده جابوا عليه ناس الغد ناس يتداولوا عليه عرفت سافر ما تدخل عمارة نصنف فيها لا الليل ولا بعد الظهر من بين المواطنين ما هو لايق من مرة، لكن كلهم الحين لايق فخط فاضي لا بشي سيارات ومن التمويه. توضح هذه الاتصالات بين القيادات الميدانية لجماعة الحوثي ما بين يوليو وسبتمبر من عام 2014 بعض أماكن تخزين السلاح المنهوب والوقت المناسب لنقله
لتجنب توثيق ذلك من قبل المواطنين أو استهدافه بالطائرات. وفي محاولة لتوثيق عمليات النهب تمكنا من الحصول على مقاطع فيديو نعرضها للمرة الأولى تظهر نقل الحوثيين للصواريخ والأسلحة الثقيلة وتفريغهم لمستودعات الذخيرة ونقلها إلى أماكن سرية ومحصنة بجبال صعدة وبعض منازل الموالين لهم في المحافظات. هيا خلاص أولا نتحرك هذا غنائم من قوات التدخل السريع. التدخل السريع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يجزاه الصيد هذا. هذا بالمنجزات والمكتسبات الصيد الجايد. الحوثيون أخذوا بعض هذه الأسلحة إلى محافظة صعدة، والبعض الآخر تم تخزينه في الملاجئ والكهوف وتحت الأرض وفي المعسكرات التي تم السيطرة عليها. وكذلك بعض هذه الأسلحة خزنت في الشعاب والوديان في مختلف المحافظات التي تم السيطرة عليها. والبعض من هذه الأسلحة أيضا تم استخدامهم لها في مختلف الجبهات التي حاربوا بها الشعب اليمني أجمع. 7 ألوية في صعدة هذا، وفي سفيان بقرب من صعدة في خط صعدة كان تقريبا 4 ألوية كانت موجودة. كانت كلها ألوية فيها مشاة ميكانيكية، فيها دبابات، فيها مدرعات، شتتت في كل مكان. يعني نقلت بعضها إلى في صعدة، بعضها في سفيان، بعضها في دمار، بعضها في صنعاء، نقلت في هذه المناطق. تكشف التسجيلات والتقارير والوثائق التي قمنا بدراستها أن كميات الأسلحة التي نهبها الحوثيون كانت كبيرة. فمن بين 7 مناطق عسكرية موزعة على الخريطة اليمنية استولى الحوثيون على 4 منها، هي 4 و5 و6 و7، علما أن هذه هي أكثر المناطق العسكرية تسليحا وعتادا، وتتركز فيها القوة النوعية والصاروخية للجيش اليمني. احتمال الانقلاب في 21 يناير 2015 يعني الحوثيون أصبحت لهم قوة كثيرة وأصبحوا يستحوذون على منطقة كثيرة التي فيها ربما أكثر من 50% من الألوية التي هي ألوية الدولة. تم الاستيلاء طبعا على أسلحة اللواء العاشر بالكامل، وتم الاستيلاء على أسلحة اللواء الأول مشاه جبلي، تم الاستيلاء على أسلحة القوات الخاصة بشكل عام، وتم إخراجها إلى مخازن خاصة بالميليشيات وخاصة بالمخلوع علي صالح. هيا مقصود. حياك اهلا وسهلا. أين علي حميد؟ علي حميد في السريع. قالوا قبل المواقع وبعد انسحب وانسحبوا بعد يجي 203. يعني دحين انتم يا حاجز انتم اصلكم قبائل شيخ تبع شيخ ما فعل الشيخ هنا بعد. طيب وبعد ان جاء علي حميد. علي حميد في السبيع، رحلة السبيع. ايوه لانه بيدعوا بيطلعوا الاشاعه والاتصالات انك هذه بتتصل بالناس. انا اتصلت بالناس الذي اصحابنا يعني الذي هم قريب لنا. انت بتتصل ببني صهيب كلها. اتصلت بالظاهر واتصلت بنعلات الحسين. ايوه اتصل بني صهيب. طيب ايش هتقول لهم؟ احنا ما يشتوا نقول لهم الحوثي قدوا لا في حوث، ما رايكم يا خبرت؟ ما انتم قادمين عليه. هل بتصاوبوا معه، بتحاوروا معه، بتضامنوا او لا كيف؟ يعني على اساس اصحاب القرى.
يعني ايش كل ما ندخل في مشاكل مع الحوثي اذا ما مشينا يخطوا طريق الصف. ما فيش الا قصدي انا. لحظه يا مبخوت. عنده عليه حميد الهيدر. عاد سووا بعد عيال الاحمر بالدبابات والطائرات والموازنه السعوديه والموازنه الخليجيه وموازنه علي بلسن وموازنه الدوله، ما فعلوا شيء. وش بعد سووا انتم؟ هو على الاقل نقول له يا اخي ما تمنت هكذا، يعني ما تشتي منه، تشتي تخطي الطريق الله يفتح عليك. لا اولا نقصي الحوثي مثلا ما نفعل الحين كيف ما تفعلوا؟ تعادوا الناس بنسب عيال الاحمر، عيال الاحمر هم دي يعالجوا مشاكلهم. طيب ما نفعلها، احنا بنقول نتصاون مع الحوثي. ايش كيف تشتي؟ انا مش تدي وشاكل، انا حريص عليك. ما شتي وتشي لمن ادي وتشي، ما الحوثي ما نعرفه ولا نصرفه. لا حوثي ولا غيره. خلي علي حميد هو بيشل البقشات، هو يشلها ومن هنا شل من هناك 30 ومن هناك 20. وبعد عادوا عقليته عندما كان مع الفريق الحمري بقاش قال ايوه شويه زلاط شويه دخيره، ولا هو مفكر، هو لا يفكر في حاجه، يفكر في بقاش. للحين ما نفعلها، نجي خلاص عاد خرج، عاد اخرج كذا ما اخرج قول لهم احنا الصاحب من صاحبه، لكن الاحمر هم ما يشتونا الا في باسمه. فتبوها فتبوا، هم ما يشتونا الا وقت ما يشتونا. يظهر هذا التسجيل استخفاف صالح بأكبر قبائل اليمن حاشد، والتي تحيط بالعاصمة صنعاء، ويدعو في المكالمة الهاتفية مع الشيخ مبخوت المشرقي أحد وجهاء حاشد المقربين منه بالسماح للحوثيين بدخول صنعاء وترك آل الأحمر لمواجهة مصيرهم مع الحوثيين، وهو ما استجاب له الشيخ المشرقي، ليتم بعد ذلك دخول الحوثيين إلى صنعاء ونجاح الانقلاب على السلطة الشرعية. أتبع يوم الاثنين ما رايك هيبقى بينها حاسب في حوشمان. يلا نتوجه. ما هم طائرة خلاص كل شيء جابر حكيم. كل شيء جابر ايه. الحمد لله شكرا الله. من وعد كم ده معانا ناجس هذا الشيء. هذا الحين والله كان حيخطون خلاص. لا هي الحين دقيقة المدفعية دي المطلوبة هذيك نشتيهن تحرك. أنا داري في قطاع في بني سلامة وقطاع في ثلاثة. وقطاع في الأسلحة وقطاع في الحاج. أصلاً هو بيستهين الموضوع. الحين القوات الخاصة بلا قاعد، والإصلاحيين قد يرسلوا أفرادهم اليوم لا داخل المعسكر. شيء حسب من حسم الموضوع هو قدوي يعني شبه الاحتجاج. الحكم كان يقع من عندنا مع الاحتجاجات وخلاص وطيرنا على طول. للأسف الشديد احنا كنا نحذر ونقول لهم ان اللواء 310 يعتبر سدة صنعاء او بوابة صنعاء، اذا اخترق ما تخترق صنعاء. ولذلك محمد ناصر احمد استخدم المنصب لغرض شخصي للأسف الشديد، وربما اسمها خيب ظن الرئيس عبد الرب منصور هادي فيه، وكان أكثر الناس ربما تعاونا مع الحوثيين. تطورت الأمور إلى يوم 19 ويوم 20 يناير، وهو باقتحام دار الرئاسة وتصفية أكثر من 15 ضابط وفرد من المحسوبين على والمقربين على هادي، ووضع هادي تحت لجام الجبرين. إذا من هذا المنطلق كان تحديد موقفنا أنه نحن ضد هذا العمل. بعد سقوط العاصمة اليمنية بيد تحالف الحوثي وصالح، حاولوا مد نفوذهم إلى عدن والحديدة وتعز، فوجهوا السلاح المنهوب نحو المدنيين مستخدمين فرقهم القتالية المشكلة من 3 وحدات رئيسية هي كتائب السيد، ومنها فرقتا الموت والحسين وكتيبة الأمنيات، إضافة إلى الوحدات المقاتلة التي سموها باللجان الشعبية، مدعومين بالألوية الموالية للرئيس المخلوع. حاول الحوثيون استغلال حالة الفوضى والفراغ الأمني في الوزارات والمؤسسات
لإضفاء الشرعية على هذه الكتائب عبر منح قادتها رتبا عسكرية عليا ودمج عناصر الميليشيات ضمن فرق الجيش اليمني. أبو علي الحاكم، يوسف المداني، هؤلاء من القيادات العسكرية التي باتت معروفة للحوثيين، إضافة إلى أخو عبد الملك الحوثي والكثير من القيادات الميدانية. أبو علي الحاكم، يوسف المداني، عبد الخالق الحوثي، محمد الكبسي وهو قد انتهى، كان الرزامي أيضا، هبرة. بس هؤلاء الاثنين يعتبروهم من القيادات السابقة، ولهم من القيادات البارزين، كانوا في الحروب الستة. أبو القاسم المطاع، محمد المطاع، وعبد الوهاب المتوكل، وهذا أيضا قد انتهي في الحديدة، هو قائد المنطقة الخامسة منصور نمران. عمل صالح والموالون له على تسهيل مهمة القيادات الحوثية الجديدة لتستكمل انقلابها وسيطرتها على مفاصل الدولة. وتشير التسجيلات التي بحوزتنا بين قيادات الحوثي عن تعاون رئيس مجلس النواب يحيى الراعي المحسوب على صالح مع أتباع عبد الملك الحوثي. ايوه لقينا الاخ يحيى الراعي، الرئيس رئيس مجلس النواب. امور طيبه جدا، ده كلام جيد جدا لو تشوف يعني، واخذنا آلية تواصل نشطة، والمهم الامور طيبه. كما يشير تسجيل آخر إلى أن رئيس الأركان السابق أحمد الأشول طلب صلحا مع الحوثيين، فيما يكشف تسريب آخر عن اجتماع للتنسيق الأمني بين الجانبين. حياك يا سيدي. الأشول قال الشيء صلح. من؟ الأشول. ايوه. قال الشيء صلح. هو هالقدام. قلنا على كيفك، لا كنت تقول عليه السلام لا عليه السلام. شايف انا قد الله السيد بارد من الخبر. جاء رئيس الأركان وبيقول لي يعني انه فلان وفلان يعني ناس مدنيين بس أبى الأركان هذا الخبر، يعني انه فلان وفلان يعني هم العروس وودوا مدنيين خارج. قلنا غمضوا يا شباب، غمضوا الحين هذا يعني هذا اليوم مثلا ما يتغير الراس الكبير بعدها من وقته. ايوه بدهم محولة ذا الحين. ايوه غير محولة، لكن احنا نشيل الدعكة ما قدر الراس الكبير قد نجلس قد قراع ولا ما غشي دخل ما قد قرر الله على كل شيء. بدا أن الحوثي وصالح تقاسما النفوذ في المناطق التي سيطروا عليها دون أن يتضح حجم دور كل منهما بعد الانقلاب. الحوثي الآن بالنسبة لصالح هو المسيطر في الوزارة وفي المؤسسات وفي المحافظات وفي المديريات، لكن في حالة لو أراد صالح أنه فعلا يوقف أمام الحوثي فالقبل المحيطة حول صنعاء هي مع صالح وليست مع الحوثي. أنا قلت لك الموضوع ليس حوثي ولا حرس جمهوري، كما ذكرنا أنه يلعبوا أدوار. أبو علي الحاكم هذا إيش كان أحد مساعدي الحرس الجمهوري عند أحمد علي عبد الله صالح، يعني في الحرس الجمهوري. فعلي عبد الله صالح استطاع أن يلعب أدوار ويوزع الكم الكبير من الصواريخ إلى صعدة على أساس يأمن يعني في الكهوف صعدة لتهديد الشقيقة المملكة العربية السعودية. استشعرت دول الجوار العربي خطورة ما تمتلكه أذرع إيران العسكرية في اليمن من أسلحة تهدد أمنها، فشكلت تحالفا عربيا تقوده السعودية وشنت ضربات على معاقل الحوثيين بعد استهدافهم لأراضي المملكة. استطاعت هذه الضربات أن تدمر أجزاء كبيرة من الترسانة العسكرية ومخازن الأسلحة وملاحقة منصات الصواريخ البالستية، بينما تولت قوات الحكومة الشرعية اليمنية مهمة الزحف البري لتحرير المدن من قبضة الحوثي وصالح.
ولكن عاصفة الحزم أتت في الوقت المناسب فبترت الذراع وستستأصل إن شاء الله ما تبقى من الدور والمشروع الإيراني في اليمن. امتنعت قيادات حوثية في صنعاء عن إجراء أي مقابلة تلفزيونية، فبحثنا عن شخصيات خارج اليمن. أجرينا لقاء في لندن مع أحمد المؤيد، الناشط السياسي المقرب من جماعة الحوثي، للرد على المعلومات التي وردت في هذا العمل. لا يوجد شيء اسمه وثائق تثبت صلتك بفلان وعلان. أنا اليوم ممكن أتصور مع فلان وأتصور بكرة مع شخص مغاير له تماما. هل تعني صورة مع فلان ولا يعني أي أحد من الناس تبعية؟ من يطلق السؤال بهذا الشكل لا زال يعني مسكون بهاجس أنه يجب الخضوع إلى قوانين التبعية أو يعني القوانين المعمول بها حاليا في التجاذبات الإقليمية في المنطقة. أنا أؤكد لك أن اليمن استثناء من هذه اللعبة بشكل كامل. النخبة حقهم انتهت في عدن، وانتهت في العنب، وانتهت في أبين، وانتهت في البيضة، وانتهت في تعز. العقائدين حقهم كذا انتهوا. عاصفة الحزم الحقيقة استطاعت أن تحقق يعني أهدافها بكثير من الدقة ودمرت كثير من الأسلحة، لكني دعني أقول أن استمرار صفقات الأسلحة وبالذات الذخائر التي تهرب عن طريق البحر والتي هي مستمرة حتى اليوم ربما تجعل من نسبة ما دمر يصل إلى 60%. أصدر مجلس الأمن القرار 2216 تحت الفصل السابع، يفرض القرار حظرا على توريد السلاح إلى الحوثيين وصالح، ويدعوهم للخروج من المدن والمناطق التي سيطروا عليها بما فيها صنعاء، إضافة إلى تسليمهم جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية. حركة أنصار الله بالذات فعلى الأقل لها 12 سنة تخوض صراعات على مختلف الجبهات العسكرية وفي بيئات لم يخوضها لا حزب الله ولا إيران، وبالتالي أنا أدعو أو أعتقد أن من سيعطي الآخر علوما عسكرية فهو اليمني. خلال 3 جولات من المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف والكويت، عقدت اجتماعات للجان أمنية وعسكرية بين الحكومة الشرعية والانقلابيين لبحث تسليم السلاح الثقيل للحكومة وانسحاب الميليشيات المسلحة من المدن، غير أنها باءت بالفشل بعد تمسك الحوثيين بالسلاح في محاولة لاستنساخ تجربة حزب الله اللبناني في اليمن، وهو أمر ترفضه الحكومة الشرعية ودول الجوار وتسعى لمنعه سياسيا وعسكريا. لا يمكن للمملكة ودول جوارها الخليجية أن تقبل بوجود نموذج لحزب الله على حدودها. الحوثيين هم جزء من منظومة المجتمع اليمني، لهم الحق حسب نسبتهم وقوتهم وتواجدهم في اليمن أن يشاركوا في السلطة، لكن الأسلحة الثقيلة والأسلحة بعيدة المدى الصواريخ لابد من تسليمها. إن كانت هذه المقاومة في لبنان في وجه الاستكبار في وجه الصهيونية، لما لا أن يكون للحوثيين وغير الحوثيين الشعب اليمني كله صرخة واحدة في وجه الاعتداءات الأمريكية، الاعتداءات السعودية. أعتقد أن الخيارات باتت شبه معدومة سلميا، وبالتالي ليس هناك إلا خيار وحيد فقط، وهو العمل العسكري باستهداف السلاح وتدميره أو انتزاعه عن طريق القوة.